ماشي يا سيدي. ها وبعدين؟ يا عم ماشي، انت كل شويه عمال تعيد وتزيد في الكلام، يا عم ارحمني شويه. حاضر يا عم، هعملها لك. حاضر اللي انت عايزه. حبيبي سلام سلام. اعوذ بالله، عيل بارد عباره عن ثلاجه ماشيه على الارض. خلصت يا عم، روح بقى يا عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما لما نروح نصلي صلاة الجنازة بنلاقي ان الشخص اللي بيصلي بالناس بيقول جملة معروفة أوي: لو كان حد ليه دين على الميت انا اوفي حقه. اكيد طبعا سمعت المعلومة دي، لكن خد بالك بقى من حاجة، ان اي حد بيقول المعلومة دي بيبقى دايما قصده نوع واحد من الديون، وهو الديون المادية. يعني ايه الديون المادية دي؟ يعني الديون الملموسة، زي بقى الفلوس او ما يعادل الفلوس. الراجل ده بيقول انا اوفي حقها، المهم اي حد يقدر يسده عنك باذن الله سبحانه وتعالى. لكن في نوع تاني من الديون اكبر واهم من الدين الاولاني، محدش بيديله اهتمام اصلا. الدين ده بقى اسمه ايه؟ هو الدين المعنوي. ايه الدين المعنوي ده؟ هو اللي غالبا محدش بياخد باله منه ومحدش يعرفه غير الميت بس، او يمكن اللي قريبين منه. انا بقى جاي اخد حاجه واحده من الدين المعنوي ده، وهي اللي صاحبنا اتكلم عنها في اول الفيديو. يا ترى تقدر تخمن كده في نص دقيقه مثلا انا هتكلم ان شاء الله عن ايه؟ هتكلم عن الغيبة، وخد معاها برضو بالمرة النميمة، لأنهم غالبا شبه بعض، ودي من أكبر الديون اللي غالبا محدش بياخد باله منها إلا من رحم ربي، وغالبا بنموت وبتهلكنا بعد كده. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع الصحابة، وهو ماشي في الطريق مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية تانية بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية تانية كان لا يستنزه من بوله. يعني الناس لو عرفت الأسباب هيقولوا إزاي يتعذبوا على حاجة زي كده. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وهنا بس هنقف وقفة بسيطة كده وأقول لك إن دايما في فرق بين الغيبة والنميمة دي. النميمة تعرفها هو أن توقع بين اثنين. يعني إيه؟ يعني تروح لأحمد تقول له ده محمد قال عنك كذا وكذا، وتروح لمحمد وتقول له نفس الكلام، ده أحمد قال عنك كذا وكذا. المهم إنك توقع بينهم وخلاص. اما بقى الغيبة هو انك تتكلم على غيرك بما يكره في غيابه، ودي اكتر حاجة بنعملها دلوقتي. تتكلم بقى على قد ايه الشخص ده بارد، مفيش فرخانته قبل كده، تشتمه، تقول عنه اي حاجة وحشة. المهم المقياس بيكون في اطار بما يكره في غيابه. وعايز اقول لكم حاجة يا جماعة، ان الدين ده او الذنب ده هو من اكبر الذنوب اللي الانسان ممكن يعملها في حياته. بتاكل الحسنات زي ما النار بتاكل الحطب بالظبط، وده على فكره كلام حقيقي مش كلام خلاص. عارف بقى المشكله كمان بتكمن في ايه؟ ان دايما الشيطان والنفس بيبرروا للانسان الذنب ده. مره يقول لك انا بحكي اللي حصل، مره يقول لك انا ما بكدبش، مره يقول لك انا اقدر اقول الكلام ده في وشه. المهم انك تقول اللي على لسانك وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرض دايما المعلومه في صيغه السؤال. فجه في مره كده للصحابه وقال لهم اتدرون ما الغيبه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال الغيبه هي ان تذكر اخاك بما يكره. بس كده؟ بس كده. فبعد كده قام واحد من الصحابة وقال نفس التبرير اللي احنا يمكن بنقوله برضه، فقال يا رسول الله إن كان فيه ما أقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح له إن الغيبة أصلا إنك تتكلم على واحد بحاجات هي موجودة فيه أصلا. مفيش أسهل من إننا نتكلم عن ده وعن ده، لكن المشكلة إن احنا مش بنبقى عارفين احنا شايلين مصيبة قد ايه يوم القيامة. طب ممكن واحد يقول لي طب انا المفروض اعمل ايه؟ يعني اول حاجة تاخد بوصية النبي صلى الله عليه وسلم واللي قال فيها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يعني لو انت قاعد وعندك حاجة حلوة تقولها، بدل ما تاخد ذنوب خد حسنات واذكر محاسن الراجل ده. انما لو لقيت نفسك هتخش على الطريق التاني اعمل ستوب على طول. تاني حاجة اوعى تقعد مع الناس اللي لسانها دايما خدع على الغيبة دي. ايوه يعني اعمل ايه؟ مش فاهم. ده انا اغلب قعداتي كلها كده، ويمكن اغلب صحابي كلهم كده كمان. في الحاله دي بقى معلم هتعمل حاجتين اتنين. اول حاجه انصحهم ان هم ما يعملوش الذنب ده، وبكده انت بفضل الله هتاخد اجر كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. انت متخيل انك لو عملت كده، يعني لو انت قلت لهم يا جماعه ما ينفعش تقولوا الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى يبعدك عن النار بسبب اللي انت قلته في الموقف ده. الحاجه بقى التانية
التانية اللي انت هتعملها ان هم لو ما سكتوش هتقوم من القعدة دي لحد لما يخلصوا كلامهم عن الموضوع ده وترجع تقعد معاهم تاني. نرجع بقى على العناصر الأساسية اللي احنا كنا بنتكلم عليها. دايما خد بالك ان الذنب ده من احدى مسببات عذاب القبر والعياذ بالله زي ما انت سمعت من شوية كده. ودايما عود نفسك على الصمت قدر الامكان عند كلام الناس او اعراض الناس، وانك لو عايز فعلا تقول حاجة على حد قولها في وشه مش في ظهره. رقم 4 بقى والاخيرة، هو لازم انك تسد الدين ده قبل ما تموت. تخيل بقى انك عشان تسد الدين ده لازم تعمل ايه؟ لازم تروح لكل شخص اغتابته وتقول له سامحني. ولكن لو عملت كده كل اهل الارض اللي انت ذكرتهم بالسوء دول هيكرهوه. طب المفروض انا اعمل ايه يعني؟ هو انك تدعي للشخص وتقول اللهم اغفر لفلان وتذكر الشخص اللي انت اغتابته، وفي نفس الوقت تدعي لنفسك انت كمان.